مساء الفانتازيا على كل المدربين الجامدين اللي موجودين معانا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من فرقتك فانتزي الدوري المصري مع برنامج 442. الدوري قرب خلاص، باقي ايام قليلة وهنبتدي مشوار الدوري العام الطويل جدا. يوم 11 بداية الجولة الاولى في مباريات الدوري المصري، وخلي بالكم ان الجولة الاولانية هتبقى ماشية بشكل طبيعي، الجولة الثانية هتبقى ماشية بشكل طبيعي، من الجولة الثالثة هيبقى فيه 5 مباريات وهيتأجل 4، وهنبقى نختار حضراتكم بكل هذه الجولات. ازاي تبقى مدرب وتعيش معانا اجواء الدوري المصري باختيارك؟ انت شايف تشكيلتك عاملة ازاي؟ مين اللعيبة اللي انت حابب انها تكون معاك؟ مين اللعيبة اللي انت مش حابب انها تكون معاك؟ مين اللعيبة اللي انت هتحطها على الرف لحد ما تفتح الرف وتطلعها وتنزلها؟ ده كلها هي مخيلاتك واختياراتك. انت المدرب، انت اللي هتشتغل شغل المدربين الكبار. يعني ممكن في يوم من الايام بنا كده يفتحها معاك وتبقى واحد من الناس اللي قاعدين على بنش الدوري الممتاز وبتشتغل دور كابتن حسام البدري وبتشتغل دور كابتن ايهاب جلال وكل المدربين الجمال اللي موجودين معانا، ويبقى ليك دور واختيار. ازاي تجيب نقط، ازاي تشكل فكرة تعمل بيها فرقة تفضل معاك موسم كامل، ازاي تعمل متغيرات. كل دي حاجات هو ده المدرب. المدرب مش بس ماتش، المدرب مش بس بيعمل سيت اب عشان يلعب ماتش، ممكن يكسب ممكن ما يكسبش، لكن انت معاك في الفانتازيا انت بتعمل سيت اب يجيب لك نقط كتير، يمشي معاك مشوار طويل، هو مشوار مسابقة الدوري المصري الممتاز. خلينا نعيش مع بعض اجواء الفانتازيا، ازاي يبقى مدرب وازاي يعمل سيت اب بناء على مين اللعيبة اللي بتجيب نقاط، ودي حاجة مهمة جدا. هنروح مع حضراتكم لمين افضل لعيبة ابتدت تجيب او جابت نقط في الموسم الماضي، عشان اكيد هتبقى في مخيلاتك في الدوري المصري الممتاز. موجود معانا عبد الله السعيد، موجود معانا محمود علاء، موجود معانا علي معلول. لو بصينا مع حضراتكم هتلاقي عبد الله السعيد في نادي بيراميدز واخد 190 نقطة. 190 نقطة عبد الله السعيد. ليه عبد الله السعيد هو اللي جاب اعلى نقاط؟ عبد الله السعيد هو اللاعب رقم 10، هو اللي بيشوف الملعب، هو اللي بيعمل اسيستات، وهو اللي بيجيب اجوان، هو اللي بيتحكم في سير المباراة. عبد الله ما شاء الله هداف الدوري المصري وافضل لاعب عمل اسيست، وبناء عليه بياخد اعلى نقاط، فعشان كده متربع في الصدارة ب 190 نقطة. ولكن الغريب ان اللي داخل وراه في التشكيل او في الجدول في ترتيب النقاط هو مدافع، ولكن مدافع بروح المهاجم. محمود علاء مدافع نادي الزمالك وطبعا منتخب مصر. محمود علاء 185 نقطة. طب هتيجي واحد يقول لي ازاي مدافع بيجيب كل النقاط دي؟ اقول لك محمود علاء بيلعب بنالتيات، بيخش يجيب اجوان بدماغه، بيزيد، بيحاول دايما يبقى عنده نزعة هجومية، وفي بعض الاحيان ده بيكلفه كتير، ولكن هو بيحب يبقى هناك، هو بيحب يبقى في ال 18 بتاع الخصم اكتر ما يبقى في ال 18 بتاعه. ده اللي خلاه يجيب لوكشة من النقاط، وفي الاخر تتفاجأ ان هو في تاني صدارة الترتيب. من الناس اللي كمان بتاخد نقط لما يجيب كلين شيت، ودي مش موجودة كتير عند المهاجم. المهاجم بياخد اكتر نقاط على الاهداف والاسيست، ويعني نقاط الكلين شيت ما بتتحسبلوش كتير، ولكن لما تكون مدافع زي محمود علاء حتى نقاط الكلين شيت هتكون معاك في كل مكان. معلولو في المركز الثالث مش بفارق كبير عن عبد الله السعيد وعن محمود علاء، ولكن معلول هو معلول، الجناح الطائر والباك الشمال العصري بالنسبه للنادي الاهلي، واعتقد في افريقيا كلها. يعني صعب ان انت تلاقي لعيب بيلعب جوه افريقيا بنفس امكانيات معلولو في الجبهه اليسرى. معلولو دايما بيزيد، دايما بيحب يجيب اجوان، دايما حتى له ستايل وهو بيعمل البنالتيات ابتدت ناس كتير تقلده جوه الدوري المصري الممتاز، وبتشوف حتى لعيبه من بره اصلا بتعمل هذا الامر. معلولو جايب 182 نقطه. طب معلولو من برضو المدافعين اللي له نزعه هجوميه كبيره، وكجناح باك شمال في النادي الاهلي لازم يزيد ويعمل اوفرات ويعمل عرضيات ويعمل اسيستات، وممكن يجيب اجوان وهو في طريقه، لان هو برضو بيحب يروح للمرمى. ودي حاجه تبتدي تشكل بيها فرقتك وانت بتتخيل مش لازم يبقى عندي مهاجمين كتير عشان اعرف اجيب اعلى نقاط في الدوري المصري الممتاز وفي الجولات. عندك مدافعين
اللي بتزيد وبيجيب اجوان دي ممكن تخليك ترجع تفكر لا، ما انا ممكن بدل ما اجيب كله فراوده واركز في الناحيه الهجوميه في كل اختياراتي، لا انا ممكن اجيب مدافع يجيب لي كلين شيت وبيزيد وبيجيب لي نقاط، فتبقى الدنيا 100 فل و10 وتمام التمام. وانا كده بالنسبه لي فرقتي اتعشت بالنسبه ان انا رايح العب ماتشات معينه عارف او متوقع اني هاخد فيها كلين شيت. ودي من الحاجات اللي انت ازاي تفكر في المباراه. انت هتفكر مع فانتزي فرقتك انك ازاي تعيش سيناريو المدير الفني. انا هلاعب فرقه عامله ازاي، الفرقه دي ستايل لعبها ايه، هل بتهاجم هل بتدافع، طب لو بتهاجم في فراغات ممكن الفراوده اللي عندي تستغلها، لو بتدافع لازم ازود الناحيه الهجوميه عشان اعرف اخطف جون. ازاي اخطف جون؟ لازم اعرف اعمل ايه في هذا الامر وسطب فرقتي على حسب الماتش اللي شغال وعلى حسب الدنيا اللي شغالة. كلام مهم جدا موجود معانا في هذا الأمر، وبيدي لك انطباعات مهمة على كيفية بناء فريق يكون على أعلى مستوى، تحس ان انت هتخش تعمل فرقة تكون موجودة معانا في مسابقتها.